ببلش مسلسلنا مع بطلتنا ليزا يلي منشوفها عم تسوق السيارة ووراها خطيبها شون مع حبيبته أوليفيا يلي عم يعملوا علاقة مع بعض. مثل ما سمعتوا ليزا بتعرف كل شيء، فبتسمع من الأخبار إنه بطلنا الغني لوغان رجع للصين بعد غياب طويل، وفجأة بيصير شيء مفاجئ، بتسوي حادث وبتصطدم بسيارة رولز رويس. شون بيصرخ عليها، أولاً لأنها ما بتعرف تسوق، وثانياً لأنها اصطدمت بسيارة غالية كتير. الكل بيطلع من السيارة ليتأكدوا شو صار، وصاحب السيارة اللي اصطدموا فيه كمان بيطلع من سيارته. وهون بتتفاجئ ليزا لما بتكتشف إنه هو بطلنا لوغان، وكمان اتضح إنه هو بيكون ابن عمه لشون. فبيقول له ليش ما خبرتني إنك إجيت عشان استقبلك في المطار؟ بس كل هاد صار بسبب خطيبتي ليزا اللي ما بتعرف تسوق. وعلى فكرة هل أنت بخير؟ بيقول له روح. فبيفكر شون إنه لوغان بيحكي مع ليزا، بس بيتفاجئ لما بيعرف إنه هو بيحكي معه. بيقول لها شون هاد غلطك ولازم تتحملي المسؤولية لحالك، وبيهرب مع أوليفيا. فبتقول ليزا مع حالها ما شفتك لمدة 3 سنوات ومع هيك لساتك وسيم، وبيغطيها بالمظلة. بيقول لها اشتقتي لي يا حبيبتي السابقة؟ بتقول له أنا أسفة عن الغلطة يلي سويتها، وبالتأكيد رح أتحمل مسؤوليتي. بيقول لها شو بتسوي حالك إنك ما بتعرفيني؟ بس بالطبع لازم تتحملي مسؤوليتك لحالك. بتقول له ما تخاف أنا رح أعوضك. بيقول لها سيارتي وصلتني من أمريكا من قبل 2 ساعات وسعرها مرة غالي، 14 مليون دولار، كيف رح تعوضيني؟ فبتنصدم من الرقم. بتقول له ما معي الحين هالمبلغ الكبير. بيقول لها بس خطيبك من عيلة غنية، اطلبي منه يدفع لك المبلغ. فبيتقرب منها، بيقول مع حاله ليش انفصلتي عني ولو لساتك بتتذكري رقم موبايلي؟ فبيعطي لها كرت شركته. بيقول لها عندك خيارين، تدفعي المبلغ بالمصاري أو تدفعيه بجسمك. بتضل كل الوقت تفكر في كلامه، وبتتذكر الماضي كيف أمه كانت ضد علاقتهم، لدرجة إنها طلبت منها تنفصل عن ابنها لأنها من عيلة فقيرة ومو من مستواهم، وتركتها لحالها في البلد. فبتتصل بشون، بتقول له أنا اصطدمت في سيارة ابن عمك لوغان، لازم تدفع 14 مليون دولار. بيقول لها تعالي لعندي بنفسك، أنا في الحانة. فبيقول للكل كلوا واشربوا واستمتعوا، الليلة أنا يلي رح أدفع الفاتورة. والكل بيفرح وبيشكروه. فبيسألوا أصدقائه عن ليش اختار ليزا لتكون خطيبته رغم إنه هي مو من عيلة غنية. فبيقول إنه ليزا بنت حلوة بس مو من عيلة غنية، ومع هيك لما أضيع وقتي معها رح أتخلى عنها. والصدمة إنها بتجي وبينصدم منها. بتقوله عطيني المصاري. فبيقول للكل بإنه هاي هي خطيبتي ليزا، وبيقول لها أنا بكون خطيبك ومو مصرفك البنكي، لازم تقبليني قدام الكل لتثبتي حبك لإلي. بتقوله في أحلامك، بس هو بيحاول يجبرها تقبله بالقوة. فبيدخل لوغان، بيطلب من أصدقائه ليرحبوا فيه. بيقوله إجيت في الوقت المناسب، كنت بستمتع مع أصدقائي وبقضي وقتي الرومانسي مع خطيبتي. أنا بعرف إنها لازم تسدد لك 14 مليون دولار، فقلت لها تقبلني عشان أطلب منك تسامحها، بس لو كانت رفضت رح أطلب منك ما تسامحها. فبيقول له لوغان أنا سامحتها، وبيضربوا قدام الكل مرتين لدرجة إنهم بيخافوا منه. مو بس هيك، بيمسك إيد ليزا وبيسحبها معه. فبتطلب منه يتركها لأنه بيوجعها. بيقول لها شو الحين بوجعك؟ وين لمسك؟ وشو تركتيه قبلك؟ بتقوله بسببك الناس الحين رح يسيئوا فهمي. بيقول لها ليش؟ انتي بتكوني حبيبتي السابقة. بتقوله نحن انفصلنا عن بعض من قبل 3 سنوات. بيقول لها أنا ما انفصلت عنك، انتي يلي انفصلتي عني.
بتقول له ما بحتاج موافقتك لأنفصل عنك، بالإضافة ما حد كان بيعرف بعلاقتنا من غيرنا. بيقول لها أنا الشخص يلي لازم تعوضيه بال14 مليون دولار، فأنا يلي لازم تقبليه ومو شو. بتقول له مستحيل. بيقول لها مو مشكلة لو ما قبلتيني، بس لازم تنفصلي عن شون. بتقول له ليش؟ ما تقدر تعيش بدون البنات؟ بدك تسرق خطيبة ابن عمك؟ بيقول لها ممكن نرجع مثل السابق. بتقول له أنا بكون خطيبة شون، ومع حالها بتقول إنه هالعلاقة مزيفة. بيقول لها كل مرة بسمع فيها اسم شون بحس إني لازم أروح وأخلص عليه الحين. بتقول له فيك تسوي اللي بدك إياه، بس الأهم ما تأذي سمعتي. بيقول لها من الواضح إنك ما بتحبيه لأنك انفصلتي عني واخترتيه رغم إنه هو بدون فايدة. بتقول له بالطبع، فهو بالتأكيد مو زيك. بيقول لها بتكوني حلوة وإنتي معصبة. بتقول له أنا رح أنفصل عن شون بس مو بسببك. بيقول لها قلبك بدق بسرعة، شو لساتك بتحبيني؟ وبيلمسها. فبتوقفوا، بيجي اتصال، بتحاول تهرب بس بيمنعها. اتضح إنه الشاب اللي كان موجود مع شون بيعرف لوغان. بيقول له بكل الكلام يلي حكى عن ليزا قبل ما تجي، وإنه هو رح يتخلى عنها، وبتسمع كل شي وبتروح. بس بيلحقها بسيارته وبيطلب منها تركب، فبترفض. بيقول لها لو ما وافقت رح يخبر الكل بعلاقتهم السابقة، ومباشرة بتركب. بيقول لها الحكي اللي سمعتيه ما كان عنك. بتقول له إيه؟ بيقول لها ليش بتتصرفي معي ببرودة؟ وما بترد على سؤاله. فبيوصلها للبيت. بيقول لها ليش بتتجاهلي حكي؟ أو شو بتحبي تسمعي صوتي؟ بتقول له نحن انفصلنا. بيقول لها نقدر نرجع لبعض لأنه أنا بعرف عنك كل شيء. بتقول له ما تخاف، رح رجع لك مصرياتك. وبتروح، بس ما بتقدر تنام، وطول الليل بتضل تحلم فيه. بكرة بتخبرها صديقتها بأنه صديقهم يلي درس معهم في المدرسة رح يسوي حفلة عيد ميلاد وعزبهم لبيتهم. بتكون صديقتها متحمسة كتير لتروح عشان تتعرف على الشباب هنيك. فبتجي ليزا للشركة، واتضح إنها بتكون شركة لوغان، وهي بتشتغل منتجة أفلام، وبتقرر تغير البطلة تبع الفيلم. فبتسألها أوليفيا عن ليش غيرتيني؟ ما تفكري حالك إنك منتجة في حقلك تمنعيني أكون بطلة الفيلم؟ ما تنسي إنه خطيبك شون تعب منك. فبتصفعها وبتطلب منها تحترم نفسها، بس أوليفيا بتعصب كتير وبتحاول تضربها، بس لوغان بيجي. فبتقول أوليفيا شوفوا يا عالم، ليزا بدها تمنعني من إني أكون بطلة المسلسل رغم إني ممثلة شاطرة كتير وصفعتني كمان. فبيطلب لوغان من ليزا لتلحقوا لمكتبه، وبيحكوا الموظفين كلام مش منيح على ليزا، وبيكونوا بيتوقعوا إنه لوغان رح يطردها أو إنه رح يهينها، بس ما بيصير ولا إشي. بالعكس، لوغان بيسألها عن لو كانت تأدت. بتقوله ما تلمسني، بس هو بيتقرب منها أكتر. بتقوله نحن في الشركة رح ننفضح. فبيسألها عن السبب يلي تركها تسحب دور البطولة من أوليفيا. بتقوله في كتير ممثلين بيمثلوا أحسن منها. بيقول لها عادي، فيك تخبريني إنك ما بتحبيها لهيك سحبتي الدور منها عشان تعطيه لحدا تاني. أنا بالتأكيد رح أوقف في صفك. بتقوله أنا مشغولة، رح روح أكمل شغلي. فبتطلب من الكل يروح لأنه خلص شغلهم لليوم، والممثلة التجريبية ما إجت، بس بتوصل وبنعرف إنها رح تصير خطيبة لوغان. طبعاً لحد الآن بتعتبر إشاعات، بس نحن ما متأكدين لو من جد رح تكون خطيبته أو لا. بتعتذر منها ليزا لأنها لازم ترجع بكرة، أما الحين خلصوا شغلهم. بتقول لها سارة إنه سلوكك هاد ما منيح، ما بعرف كيف لوغان وظف بنت مهملة زيك. بتقول لها روحي اسأليه بنفسك. فبيتصل فيها شون، بيقول لها لازم تروحي لتزوري عيلتي. بتقول له لا. بيقول لها انتي بتضلي خطيبتي
وبوعدك لو رحتي راح أعطيلك المصاري لتسددي الديون يلي عليكي. بتقول أوكي، بتمنى ما تنسى وعدك. فبيسحبها لوغان لسيارته، بيطلب منها تركب. بتقوله رح يوصلني شون، هو يلي رح يجي وراي. بيقول لها حتى أنا رايح للبيت فأنا يلي رح أوصلك. وبيشوفها شون وهي بتركب في سيارة لوغان، حرفياً ما بيفهم يلي شافوه بعيونه. وبيشوف لوغان سيارة شون وبيعرف إنه هو بيلاحقه. بيسألها متى رح تنفصل عنه. بتقوله متى رح تتزوج أنت؟ بيقول لها فيني أتزوجك الحين. وبالنسبة لسارة أنا ما بعرفها. بتقوله لو كان حكيك صحيح فليش بتعرفك؟ بيقول لها شو بتغاري؟ فما بتهتم لحكيه. وبيوصلوا للبيت، وبعدين بيوصل شون فبيفوت لجوا. بتقول الجدة للوغان أنت لازم تتزوج، صار عمرك 27 سنة. وبيسألوا أبوه عن نوع البنت اللي بيفضل. بيقول لهم بنت مثل ليزا. فبيعصب شون من كلامه. بيقول الأب إنه ليزا بتضل بنت حلوة وأي شاب بيتمناها. فبتطلب الجدة من ليزا لتقضي الليلة معهم لأنه بكرة عطلة نهاية الأسبوع. طبعاً في الأول بترفض بحجة إنه هي بكرة لازم تروح للشركة، بس بعدين بتوافق. فلما بتوصل للغرفة بيعترض شون طريقها. بتقوله عطيني المصاري. بيقول لها أنا فكرت كتير منيح، لو اعتبرتيني من جد خطيبك فأنا ما رح أضل استمتع مع البنات التانية، فأنا بحبك لهيك قررت إنك تكوني خطيبتي. بس إنتي كنتي دايماً بتتصرفي معي ببرودة، لهيك سويت علاقة مع أوليفيا. بتقوله روح من قدامي، أنا ماني مهتمة فيك ولا بأوليفيا. وبتسكله الباب على إيده. وفي الليل بيجي لوغان لغرفتها. بيقول لها ليش ما رديتي على رسالتي؟ بتقوله كنت في الحمام. بيقول لها شو خبرك شون؟ بتقوله لو حابب تعرف روح اسأله بنفسك. وفجأة بتطلب منها الجدة لتفتح لها الباب. فبيختبئ لوغان في الحمام، وبتفوت الجدة للغرفة. بتقول لها إنه هي وشون لازم يتزوجوا قريباً. وفجأة بيسمعوا صوت جاي من الحمام، فبتكون الجدة شوي رح تشوف لوغان، بس ليزا بتوقفها. بتقول لها إنها مو مستعجلة على الزواج، فبتتقبل حكيها وبتروح. وبتفوت للحمام ليزا. بيقول لها لوغان لو ما قبلته ما رح يعطي لها البطاقة يلي بتمكنها تفوت للشركة. فبتقبله وبتعطيله الشيك بقيمة 14 مليون دولار يلي عطاله إياه شون من قبل شوي، بس هو بيرفض إنه ياخده. بكرة في الصبح ليزا بتقرر تروح للشركة رغم إنه نهاية عطلة الأسبوع. فبتقول لها الجدة إنه لوغان رايح للشركة كمان، هو يلي رح يوصلك. وبالفعل هادي اللي بيصير. فلما بتوصل للشركة بتضل كم ساعة وبعدين بتجي لحفلة عيد ميلاد صديقها يلي كان درس معها في المدرسة. أول ما بيشوفها بيفرح. بيقول لها روحي غيري ملابسك لأنه رح نسبح كلياتنا الليلة. فبتغير ملابسها وبيجي لوغان لعندها، بيعطي لها بدلته لتلبسها فوق ملابس السباحة. ولما بيشوفها صديقها بيستغرب منها. بتقوله إنها لقت البدلة في غرفة التبديل. بيقترح عليها تقابل صاحب البدلة يلي هو لوغان، بس هي بترفض. بتقوله سارة لو ما بدها تروح لا تجبرها، لأنه هي هدفها اليوم تغوي الشباب بملابسها. فبتقول لها ليزا لكان شو عنك، وبتعصب منها. فبتجي لتسبح، وأول ما بتنط في المسبح بيمسكها لوغان بيورجي لها آثار عضتها. فبنعرف في السابق إنه ليزا كانت خبرت لوغان بإنها رح تنفصل عنه، بس هو ما كان موافق تتركه فعانقها، لهيك هي عضته. فبتعتذر منه. بعد كم ساعة بيغيروا ملابسهم عشان يكملوا احتفالهم. فمنلاحظ نظرات صديقها يلي من الواضح إنها نظرات إعجاب، وبيجي شون للحفلة يلي بيلاحظ نظراته كمان. اتضح إنه صديقها مقرر اليوم عشان يعلن عن اسم البنت يلي بيحبها. وقبل ما يفوت الاسم
ليزا بتروح وبيلحقها شون وأوليفيا، فبيسألها عن شو هي علاقتها بصديقها وليش بيضل كل الوقت يناظر فيها بنظرات الإعجاب. بتقوله روح اسأله بنفسك. فبتقوله أوليفيا إنها اشتاقت له، فبيدفشها على الأرض. بتخبر الكل بإنه هي حامل بطفله وبينفضح قدام الكل. لهيك ليزا بتقرر تلغي خطوبتها معه. بكرة لما بتجي للشركة مع لوغان بتلاقي شون بينتظرها. بيقول للوغان إنه ليزا بنت لعوبة ما لازم يوثق فيها، بس لوغان ما بيهتم بكلامه. وبعد كم ساعة لوغان بيطلب من ليزا لتجي لمكتبه، واتضح إنه سرق لها الخاتم يلي كان عطالها إياه في عيد ميلادها في السابع، لأنه هو كان بيظن إنها ما بتحتفظ فيه، لأنه هو يلي كان رماه في الثلج بعد ما كانت رجعت له إياه. بس اتضح إنها دورت عليه ولقيته، وهو كمان كان رجع ليدور عليه بس ما كان لقاه، لأنه بطلتنا كانت already أخدته. فبيلبس لها إياه وبيقبل لها إيدها. فبتجي لعنده بترمي عليه ربطة العنق يلي نساها، وبيكون مرة مهووس فيها. في الليل بتلتقي فيه وبتسأله عن ليش رح يروح معها. بيقول لها اهربي معي. بتقوله انت مجنون، أنا عندي اجتماع مرة مهم وما لازم اتأخر. بيمسك إيدها وبيقول أنا رح أروح معك. بتقوله مو داعي، الكل رح يسيء الفهم ومن الأفضل تسوق السيارة بسرعة. فبيوصلها وبترفض يروح معها، لهيك بضل ينتظرها. وبعد ساعة بترجع وهي سكرانة وبتكون مرة مبسوطة لأنه مشروعها وافقوا عليه. ففجأة بيحملها وبياخدها للبيت، ولأنها ما بتكون في وعيها بيستغل الفرصة وبيتقرب منها. ولما بتصحى بتنصدم من حالها، فبتحاول تهرب منه بس هو بيمنعها وبيطلب منها ما تروح للشغل وتضل معه، وبيحضنها بلطف وبيمنعها تروح. فبيقول لها ممكن علاقتنا ترجع زي زمان وتوعديني. فأنا عرفت إنه انفصالنا كان بسبب عيلتي، ممكن تعطيني فرصة مرة تانية. بس هي بتقوله عطيني وقت لأفكر. ولما بيكون في سيارته أمه فجأة بتتصل فيه، بتقوله يا ابني تعال للبيت، من اليوم يلي وصلت للمدينة كل أفراد العيلة بدهم يشوفوك ويسلموا عليك، وجدك ما بيقدر ينام بسببك. بيقول لها ما تنسي إنه انفصالي عن البنت اللي بحبها صار بسببكم، فكيف رح تقدروا تشرحوا لي هالموضوع؟ بتقوله إنه هالحادث صار من زمان. أو شو أنت لساتك بتتذكرها؟ بتقوله أنتوا مالكم مناسبين لبعض، أنتوا مختلفين عن بعض كتير. بيقول لها أنا بعرف إنك بتكرهيها، بس هي البنت الوحيدة يلي رح تكون زوجتي، لهيك مو داعي تتدخلي في حياتي. فجأة بتلاقي حبيبها السابق قدام باب بيتها. بيقول لها أنا بحبك كتير، بليز لا تبعدي عني، ممكن تصيري حبيبتي. وبيعطي لها الخاتم. فبتقوله أنا آسفة بس أنا ما بحبك. بيقول لها شو ما بتحبيني؟ ليش؟ بتقوله أنا آسفة بس عندي شخص بحبه. فلما بيسمع كلامها بيعصب كتير، ولا حسن حظها لوغان بيوصل في الوقت المناسب وبيوقفوا. فبتقول لوغان إنه هو ما سوى لها شيء وبتترجاه يهدأ. فأخوها بينصدم لما بيشوفه في البيت، وبتاخده لغرفة الضيوف وبيكون بده يدخل. فبيسألها لو بتحبه، بتقوله أنا رفضته من زمان بس ما كنت متوقعة إنه رح يجي لبيتي. ليزا بتقول لوغان أنت كيف إجيت بهاي السرعة؟ بيقول لها كان بدي أشوفك وبالصدفة لقيته معك، وبما إني أنقذتك منه في الوقت المناسب فلازم تقبليني كمكافأة على مجهودي. والرجال بيسكر عيونه بس هي بتقوله في أحلامك، وبتسكر عليه الباب. فبيقول لأخوه لقيت لك بيت جديد، مو داعي تضل هون من اليوم ورايح. بيقول له شو يعني أنت بتخطط تعيش معها في هالبيت؟ بيقول له ما بعرف بس لازم أجهز حالي للمستقبل. بيقول له يا أخي أنا ما بدي أعيش لحالي. بيقول له لو ما بدك ارجع تعيش مع عيلتك. فبيقول له طيب وبتمنى لك السعادة مع ليزا. بيشكره كتير وبعدها بيروح. وبالفعل
أخوه في الصبح بيترك البيت وبيقول لها لوغان تعالي تعيشي معي في البيت، أنا ما رح أتقرب منك لحتى تعطيني الإذن. بس هي بتكون مترددة إنها توافق. بيقول لها بدي إياكي تتعشي معي الليلة وفيكي تعتبريه كأنه موعد غرامي، وبالفعل بتوافق. في المسا بتلبس فستان حلو بما إنه المطعم مرة فخم والرجال بيضل بس يتأمل فيها. بيعطي لها بطاقته البنكية عشان تشتري يلي بدها إياه. وفجأة كل الموجودين بيضلوا يحكوا عنها بسوء وإنها بتلاحق الأغنياء عشان المصاري، وبيقولوا عنها إنها بنت سيئة وما بتستحق تكون مع لوغان. وبيكونوا اتنيناتهم سمعوا كل كلامهم، بس رغم هيك لوغان ما بيهتم نهائيا لكلامهم وبيتصرف طبيعي وكأنه ما سمع شيء. فبتقوله شو رح يصير لو تركتك ولقيت رجال تاني بحبه؟ بيقول لها رح انتقم منك ومستحيل أسامحك، لهيك مو داعي تفكري إنك تخونيني. بتقوله أنا بس بمزح معك، وبتروح للحمام وبالصدفة بتلاقي شون مع أوليفيا يلي بيضلوا يتمسخروا عليها وبيقولوا عنها كيف بنت فقيرة قدرت تدخل لها المكان الفخم. بيخبرهم النادل إنها إجت مع السيد لوغان وبيضلوا يتشاجروا مع بعض، وشون بيحاول يرفع إيده عليها قدام عيونه. فبيوجه لوغان المسدس على راس شون، بيقوله ورجيني شو رح تقدر تسوي لها. فبيقوله ولا شيء وإنه في سوء فهم. فبتطلب منه ليزا ليهدأ، بس هو بيغطي عيونها وبيصوب على إجرين شون. بيقول لها لو سامحتوا هالمرة رح يرجع يأذيكي مرة تانية، لهيك كان لازم نلقمه درس عشان ما ينساه طول حياته. انتي بس وتقيفيني ومو داعي تخافي من ولا شيء. الأخبار بتوصل بسرعة البرق للعيلة يلي أكيد بيعصبوا كتير وبينادوا للوغان بسرعة عشان يجي. فالجدة بتقوله إنه شون بضل ابن عمك، انت ليش بتكرهه؟ وأمه بتقوله لازم تعترف بأخطائك قدامنا وتعتذر كمان. بس هو ما بيكون نادم على فعلته، وبيقول لهم أي حدا رح يحاول يأذي حبيبتي ليزا رح أعلمه درس مستحيل ينساه في حياته. فأمه بتقوله شو يعني انتوا رجعتوا لبعض؟ بيقول لها هاد مش مهم، والأهم الحين إنكم تسافروا من هون لو بدكم اترك شون يتعالج. فأبوه بيكون رافض الفكرة، بس الجدة بتترجاه يوافق بسرعة على طلبه لأنها بتحب شون كتير وما بدها يتأذى. فعمه بيقوله مستحيل اتركك تتزوج ليزا. فبيقوله لوغان أنا رح اتزوج ليزا مهما صار. بس قوله أمه ما تنسى إنه الزواج بيحتاج موافقة العيلة وإنتو ما يكون من نفس الطبقة. بيقول لها هالشي ما بيهمني، وعوض ما تضيعي وقتك وتعصبي علي روحي اقنعيهم عشان يوافقوا على زواجي. وبعدها بيروح. أما أبوه بيقول لها إنه لقاله بنت من عيلة غنية وراح يسوي المستحيل عشان يتركوا يتزوجها، أما ليزا مستحيل أبداً تكون زوجته. فجأة بيجي عندها أبوها بيقول لها بترجاكي يا بنتي تعالي معي للبيت فأنا بضل أبوكي في النهاية. بتقوله أنت اجيت لعندي بعد ما أمي جبرتني أتزوج من شون عشان تستفيد شركتك، ونسيت إنه أنا بكون بنتك الوحيدة. بيقول لها بنتي بترجاكي تسامحيني، بس هي بتقوله إنها ما بدها تشوف وشه مرة تانية. أبوها بيكون مرة ندمان على فعلته. المهم بتلتقي بصديق طفولتها يلي بيجيبها لها الفندق مع زوجته وبيطلب منها تدفع له فاتورة الفندق، بس هي بترفض لأنه هو من قبل رفض إنه يساعدها. بيعصب كتير وبيقول مع حاله ما كنت بتوقع إنك رح تصيري حلوة كتير لهاي الدرجة، وبيكون بيخطط لخطة. فلما بتكون بدها تلتقي بلوغان بيخطفها وبيخدرها كمان، ومو بس هيك بيصورها عشان يشوه سمعتها. وزوجته لما بتروح عشان تعرف مين بيدق على الباب اتضح إنه هو بطلنا لوغان. فبيقول لليزا مو داعي تخافي أنا معك،
بيحملها وبياخدها معه. فالطبيبة بتطلب منه يتركها تشرب الدواء ويضل معها، بس ليزا بترفض إنها تاخد الدواء، لهيك بيجبرها بطريقته لتاخدها، وبتعترف إنها بتحبه وبيصير يلي صار. فلما بتصحى بيقول لها بدي إياك تخبريني بشو قلتي لي البارح، بس هي بتكذب عليه وبتقول له إنها ما بتتذكر شو صار معها الليلة الماضية. إنتي قلتي لي إنك بتحبيني، لهيك لو قلتي لي إياها مرة تانية رح أتركك تروحي. فبتقول له إنها بتحبه وبتخجل كتير منه. في المشهد اللي بعده بتقول له إنهم صوروها وإنها خايفة كتير. بيقول لها مو داعي تخافي، أنا رح أتعامل مع هالموضوع. فبيقدر يلاقي الموبايل وبتسكر له عيونه عشان ما يشوفها، وبتقول له إنه هو ما بيحبها حب حقيقي. بيقول لها إنه هو بيحبها لأكثر من 3 سنوات ولا مرة ما نساها وبيتقرب منها. فبتكون بدها تاخد حبوب منع الحمل، بس هو بيقول لها إنه ما عنده مشكلة لو صارت حامل منه. بعدها بيروح لبيت عيلته وأبوه، بيلاقي له بنت ليتزوجها، وبيكون طبعاً أساس هالزواج بسبب العمل. فبيخبرهم لوغان بأنه هو آسف لأنه زوجته المستقبلية ليزا لو سمعت كلامهم فبالتأكيد رح تعصب كتير. فأب البنت بينزعج كتير لما بيعرف بأنه لوغان عنده حبيبة، وبيقول له رح أرجع أحكي معك بعدين. فبيروحوا كمان بطلنا بيترك بيتهم. فبتسأله ليزا أنت شو بتسوي؟ بيقول لها ولا إشي، فأنتي البنت الوحيدة يلي بدي أتزوجها، لهيك مو داعي ترفضيني مرة تانية. فبتجي للمطعم مع صديقتها، وبالصدفة بيكون لوغان حجز كل المطعم عشان يلتقي بصديقه المقرب. بيقول لها صديقه لما كان لوغان في أمريكا كان دايماً بيحكي عنك، وطول هال3 سنوات ما قدر ينساكي. فبتقول له هيك يعني، والبنت بتتفاجأ لأنه هي كمان كانت بتتوقع إنه رجع عشان ينتقم منها. فبيقول لها إنه هو في الأول كان بيفكر هيك، بس حبه اتجاهها كان أقوى بكتير. فلما بيخلصوا الأكل بيطلب منها تجي لبيته، فبترفض لأنه هو بده بس يرجع يستغلها مرة تانية، بس هو بيقول لها لا، وإنه أكيد ما رح يسوي لها إشي. بس هي بتطلب منه يوصلها لبيتها. فلما بيوصلها بيلاقيها نايمة، والرجال بيتقرب منها وبينسى كلامه وبتعصب كتير. بيقول لها صوتك لما بتعصبي بيكون أحلى بكتير. فبتنزل من السيارة بس بتنسى شنطتها، وفجأة أمه بتتصل فيها، فما بتكون بدها ترد، بس هو بيطلب منها تفتح المكالمة وتضغط على السبيكر عشان يسمع شو رح تقول أمه. بتقول لها بسببك صارت كتير مشاكل في العيلة، لهيك بطلب منك تبعدي عن لوغان لأنه لازم يتزوج من هذيك البنت في أسرع وقت ممكن، وأنا ما رح أمنعك من إنك تقابليه أو تشوفيه لما يتزوج. فبيقول لها لوغان خلصتي حكيك؟ أمه بتنصدم لما بتعرف بأنه هو سمع كل كلامها من البداية للنهاية. بتقوله يا ابني لما تزوجت هذيك البنت ما رح تحصل على ممتلكات العيلة، أنا درست كتير منيح برات البلد، عندي شركتي وممتلكاتي الخاصة، وبسببها أنا الحين صرت غني، لهيك ما بحتاج ولا إشي من ممتلكاتكم. أمه حرفياً بتعصب عليه. بيقول لها مستحيل أضيع عليها الفرصة مرة تانية، ورح أضل معاكي طول حياتي. بتقوله بس أنت رح توقع في المشاكل بسببي. بيقول لها بما إنك معي فأنا بقدر أحل كل المشاكل وبسهولة كمان، لهيك أنت الحين بس فكري في زواجنا. بكرة في الصبح بياخد معه ليزا عشان تلتقي بعيلته. بيقول لهم هاي بتكون حبيبتي والمرأة يلي أنا رح أتزوجها، بس أبوه بيرفض هالزواج. بيقول له لوغان أنا اليوم إجيت بس عشان أخبركم ومو عشان أطلب رأيكم، أما بالنسبة لممتلكات العيلة فأنا رح أتركها كلياتها لأخي. أمه بتقول لليزا كيف بتقدري تحبي شخص تاني وإنتي لساتك مخطوبة لشهور؟ بتقول لها إنه الخطوبة ما كان قرارها الشخصي، وكمان
هو كان بيخونها لمدة مرة طويلة وقدام عيونها كمان مع أوليفيا، لهيك هي ألغت خطوبتها معه. عصب كتير من لوغان لأنه تصرفاته هاد رح يترك شركتهم تفلس. بيقول لهم لوغان لو وافقوا على هالزواج رح يسوي استثمار معهم، وهيك رح يقدر ينقذوا الشركة. وبما أنه لوغان بيكون مصير كتير، فأمه بتقوله طيب وبتوافق على زواجهم، وبتقولهم بتمنى إني أشوف ابني سعيد في حياته، بس أبوه ما بيوافق وبيكون الزلمة لساته مصر على قراره وعلى رفضه. بتقول له أمه بدنا حفيدة بسرعة، وهيك أبوك رح ينبسط كتير. وبتقول له كمان إنه من اليوم ورايح ما رح اتدخل في حياتكم وبتمنى لكم السعادة. فبياخدها للبيت وبيطلب إيدها للزواج، وبيقول لها ما بدي انتظر أكتر من هيك. فبتسأله متى اشترى هالخاتم، بيقول لها اشتريته من أول مرة شفتك، وبيسألها لو ممكن تتزوجوا، وبالطبع بتوافق، وبيطلب منها تنجب حفيد للعيلة في أسرع وقت ممكن عشان تكبر عيلتهم. وهيك بنكون خلصنا مسلسلنا لليوم. نلتقي إن شاء الله في الملخص الجاي. باي باي، أحبكم كتير.